الألماني لكرة القدم مع هيرتا برلين. كرة ملعوبة. خطأ من ياسر المسيليم. يستغل تومي يوريتش ويسجل مبكرا. هذا ما تحدث عنه توم روجيتش حقيقة لما ذكر بأن هدف مبكر سيعطينا الأفضلية وسيحرم السعودية من تحقيق حتى نقطة التعادل. لا يا ياسر. شوف الكرة الماضية الزلق ياسر المسيليم حقيقة، لكن وصلت إلى المكان الذي يقف فيه لاعب نادي لوزيرن السويسري اللاعب تومي يوريتش، ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن تقدم المنتخب الأسترالي بهدف مقابل لا شيء مبكر في بطولة كأس القارات القادمة المقامة في روسيا. كرة فيها محاولة تعديل. يظهر سالم في التوقيت المناسب، يعيد الأخضر إلى الواجهة، والأخضر لا يغيب عن الواجهة. يا استراليا يسجلون، يعودون. هذه الكرة الماضية، شوف اللمسة من يحيى، هي من تيسير إلى السهلاوي إلى الدوسري، هي بأختام الأخضر. الله عليك يا محمد، الله يا سالم، الله يا سالم. هدف التعديل يأتي والأخضر يعود في مباراة صعبة وفي توقيت مميز جدا. 30 مباراة جماعية. كرة فيها محاولة لمصلحة استراليا في منطقة الجزاء الرأسية. مرة أخرى تومي يوريتش يسجل ويضع الكرة في الشباك ويعلن مرة أخرى عن التسديد، عن التقدم لمصلحة المنتخب الأسترالي. هذا يوريتش ما يعرف يسجل إلا في المنتخب، يعني طوال التصفيات ما عنده غير هدفين، واحد في مرمى العراق وواحد في مرمى الأخضر في جدة. اليوم مسجل هدفين إلى الآن، واحد بخطأ من ياسر المسيليم واخر بخطأ في التمركز. خبرة يا هوساوي، خطأ مثل هذا حقيقة لا يمكن أن يأتي باللاعب يمتلك كل الخبرة والإمكانيات اللازمة مثل أسامة هوساوي. تومي يوريتش اللاعب الأسترالي صاحب 25 سنة، لاعب لوزيرن هنالك في منافسات بطولة الدوري السويسري، يعطي الفرح لهذا الرجل أنجيلوس بوستيكوغلو ويعطي التقدم. رافشان يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول. بعد هذه المحاولة يا رفشان، كرة سهلاوي، يلا سهلاوي، الله يسهل عليك، يعودون مرة أخرى وفي اللحظات الأخيرة يسجل الأخضر. لله الحمد والمنة، هي مرة أخرى. فوق هام السحب، الله يا تيسير، عاداتك ما تخليها، ومحمد يسجل ويدرك التعديل. 2-2 في اللحظات الأخيرة، تسديدة قوية. روجيتش قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة، يضع من خلالها الكرة في مرمى ياسر المسيليم ويسجل هدف ثالث لمصلحة المنتخب الأسترالي. شوف روجيتش من وين، أو هذا يوريتش إلى روجيتش استلم بكرة بتمريرة من موي وسدد بالقدم اليسرى. قوية جدا في مرمى ياسر المسيليم، ولو أن ياسر أيضا أجد بوجهة نظر شخصية بأنه يتحمل جزء من مسؤولية الهدف المسجل في اللقطة الماضية، لكن الكرة وصلت اعتنقت الشباك، هز من خلالها الأسترالي.